السلام عليكم. النهارده الفيديو هيكون مختلف شوية. هنتكلم عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، ربنا يرحمه وربنا يغفر له بإذن الله. هنتكلم عن إن هو اتقال عليه إن هو كان بياخد مكملات هي اللي موتته، كان بياخد منشطات وهرمونات هي اللي موتته، هي اللي عملت له هبوط حاد في الدورة الدموية. هنتكلم عن الحاجات دي كلها وهنفسر الكلام ده كله، وهل الكلام ده صح ولا غلط. عايزين بس في بداية الحلقة ندعي للفنان اللي راحل هيثم أحمد زكي، ربنا يغفر له بإذن الله. عايزين نتكلم عن التقارير اللي اتكتبت حوالين موته، إن هم لقوا عنده مكملات وحاجات بتطلع عضلات وهرمونات بياخدها عشان الأفلام الجديدة اللي بيعملها. هو كان بيتدرب ملاكمة، فكان بياخد حاجات تكبر عضلاته، فالتقارير اللي طلعت قالت ان هي دي سبب موته. عايزين نقول حاجة، انا هقسم الفيديو لنقطتين عشان ما ياخدش مني وقت كتير. اول حاجة ان هو كان بياخد مكملات هي اللي موتته. يا شباب المكملات ما بتموتش، المكملات عبارة عن اكل في صورة بسيطة، في صورة سريعة تاخدها. انت دلوقتي مستعجل، عايز تروح شغلك، عايز تعمل اي حاجة، عايز تنجز اي حاجة، قدامك المكمل بتاخده على طول. ده بيديلك العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها، مش لسه محتاج بقى تشوي وتعمل مش عارف ايه وتروح المطبخ وتعمل وتقطع وتستنى عقبال لما الاكل يستوي. المكملات جاهزه قدامك، بتاخدها بتشربها، الموضوع انتهى، خلصت. المكملات ما بتموتش، عمرنا ما شفنا حد مات من المكملات، عمرنا ما شفنا حد مات بسبب المكمل اوميجا 3، عمرنا ما شفنا حد مات بسبب الفيتامينات اللي بياخدها. المكملات زي البروتينات دي اصلا موجوده في يومك كله، موجوده في اللحمه وفي الفراخ وفي التونه وفي السمك وفي البيض، موجوده في كل حاجه. يعني البروتينات دي موجوده في يومك كله، استحاله تاخدها تموتك. هو كان اكيد عنده حاله صحيه، الحاله دي هي اللي اثرت على موته. المكملات عمرها ما موتت حد. بس في نقطة خلي بالك منها، المكملات ما بتموتش لو مش مضروبة. اتكلمت قبل كده عن حلقة ان المكملات اللي بتيجي مصر هنا 90% منها مضروب ومجهول المصدر ومنتهي الصلاحية. هبقى اسيب لك اللينك فوق، يبقى خش اتفرج عليها. اتكلمت عن كل الحاجات دي كلها. الحاجات بتتعبى تحت بير السلم، ما تعرفش تاريخ انتاجها، تاريخ صلاحيتها، ما تعرفش ايه المواد اللي محطوطة جواها. هو ممكن يكون حاطط لك ايه يعني، هيحط لك اي حاجة، اهم حاجة يكسب. المكملات المضروبة هي اللي ممكن فعلا تموتك، اما المكملات اللي هي اللي من شركات محترمة بتتباع في دول محترمة وعليها رقابة فعلا، هي المكملات دي مش هتموتك، عمرها ما هتموتك ولا هتأذيك. وعلى فكرة ممكن يكون اللي حصل لهيثم ان هو عنده مشاكل صحية، فما خد المكملات دي عملت تأثيرات في جسمه وتفاعلات في جسمه جابت له هبوط. انا حصلت معايا قبل كده، اول مرة استخدم المكمل اسمه اوميجا فيت، خدته ورحت اتمرنت، بعدها بنص ساعة وانا في التمرين جالي ضيق في التنفس، ما كنتش قادر اتنفس ولا افتح عيني، لولا ان كابتن الجيم لحقني ونمت على الارض ورفعت رجلي لفوق. الحركة دي مفيدة جدا جدا، لو قدامك واحد ما هيغمى عليه الدنيا عنده مش تمام ينام على الارض ويرفع رجليه، الحركة دي هتخلي الدم يجري في المخ وهيخش في المخ على طول وهيبتدي يفوق واحدة واحدة. وانا اعتقد ان لو كان هيثم احمد زكي لو كان في حد جنبه لحقه ما كانش مات، بس ربنا يرحمه. تاني نقطة، بيقولوا ان هو كان بياخد هرمونات، الهرمونات برضو زيها زي المكملات ما بتموتش. الهرمونات ممكن تضرك على المدى البعيد، هتضرك على المدى البعيد، هتعمل لك خلل في وظائف جسمك، هتعمل لك خلل في وظائف الأجهزة بتاعتك على المدى البعيد، كام سنة، وعلى جرعات عالية، وعلى جرعات عالية تاني. أنا بقول لك على جرعات عالية تاني. ناس كبيرة قوي في السن زي أرنولد وسيلفستر ستالوني معدين ال70 سنة كانوا اعترفوا قبل كده إن هم بياخدوا هرمونات، ولحد النهاردة بيمثلوا وبيعملوا أفلام أكشن وبيعملوا كل حاجة وبتنططوا زي القرود، ما حصل لهمش اي مضاعفات من الهرمونات والمنشطات اللي بياخدوها. على فكره هرمون التست اللي هم كاتبينه في التقرير ان هو كان بياخده عشان يطلع العضلات، ده هرمون التست بيتباع في الصيدليات عادي جدا. انا ممكن انزل اشتريه دلوقتي، اشتري 10 علب منه دلوقتي. اي حد يخش الصيدليه عايز يشتري هرمون تيست بيشتريه، ده وان دل على حاجه يدل ان هو مش خطر، زيه زي اي دواء بيتباع في الصيدليه، مش جدول بمعنى اصح، يعني مش لازم روشته وموافقه طبيب عشان تشتريه، اي حد ممكن ينزل يشتريه عادي، موجود في اي صيدليه. امثله كتيره، مع حاجه زي السيدوتستون ده موجود في الصيدليات، حاجه زي التوستانون، الحاجات دي كلها هرمون تيست بيتباع في الصيدليه عادي جدا، ممكن تشتريه من غير وصفه طبيب عادي ومن غير روشته. عايز برضو عشان ابقى علمي في كلامي،
انا هجيب لكم دلوقتي، انا كان عندي علبه سيدوتستون قديمه، هجيبها لكم واقرا لكم الاعراض الجانبيه بتاعتها كلها. هقرا لكم المخاطر اللي ممكن تجي لك لو انت بتستخدمها. المخاطر دي مش اللي هي هتموتك، المخاطر دي موجوده في اي دواء موجود في الصيدليه. الاعراض الجانبيه هتجيب لكم العلبه ونقراها سوا. دي علبه سيدوتستون، هي بتتباع في اي صيدليه عادي جدا. دي عباره عن تيست، بتتباع في الصيدليه عادي جدا، مفيش اي مشاكل منها. هقرا لكم اللي مكتوب في الروشته اللي فيها، هقرا لكم الاعراض الجانبيه بس، وهنعمل مقارنه بينها وبين اي دواء تاني، ونشوف هل الحاجات دي ممكن فعلا لو خدتها تموتك ولا لا. بص، الاثار الجانبيه ممكن يحصل لك تورم في الكبد، زياده على عدد خلايا الدم الحمراء، اختلال في اختبارات وظائف الكبد، ممكن يجي لك مكان الحقنه حكه او الم، زياده او نقص الممارسه الجنسيه، مشاكل جنسيه بمعنى اصح، سواء بالسلب او بالايجاب. يعني يا تزيد عندك القدره الجنسيه والرغبه الجنسيه، يا اما تنام خالص. مشاكل في المعده، شعور بالقيء والغثيان، صداع، اكتئاب، قلق، تغير في نمو العظم. دي الاثار الجانبيه اللي موجوده في هرمون التست. مش مكتوب عليه اللي هو هيموتك، مش هيجيب لك هبوط حاد، مش هيعمل لك الحاجات الغريبه اللي قالوا عنها في التقرير. نمسك بقى اي دواء تاني. انا الحمد لله عندي في بيتي ما فيهوش ادويه، ادور لكم على اي حاجه موجوده عندي. دورت لقيت اوجمانتين قديم، هقرا لكم الروشته بتاعته برضه. الاوجمانتين ده مضاد حيوي طبعا، موجود في كل بيت، والناس كلها بتاخده. اللي هتبقى عندها دور برد، عندها دور اي حاجه، الناس كلها بتاخده. اي عيل صغير ممكن ينزل يشتري علبتين 3 منه عادي. صفحه كامله عن الاثار الجانبيه، الصفحه دي كلها اثار جانبيه. يعني قريت لك هرمون التست 3 4 سطور، دي صفحه كامله عن الاثار الجانبيه بتاعه الاوجمانتين. بص، الاثار الجانبيه، الاعراض الجانبيه: نقص كرات الدم البيضاء، ندره المحببات الانعكاسيه، ده حاجات بسم الله ما شاء الله غريبه جدا. اضطرابات في الدم والجهاز الليمفاوي، اضطرابات جهاز مناعي، اضطرابات في الجهاز العصبي، اضطرابات في الجهاز الهضمي، اسهال، غثيان، التهاب قولون، تشنجات، اضطرابات في الجهاز الكبدي، ارتفاع انزيمات الكبد زي التستوستيرون، التهاب الكبد، طفح جلدي، اضطرابات في الجلد، اضطرابات كلويه، التهاب الكلى. حاجات كتيره جدا انا اختصرتها، بقول لك صفحه كامله مكتوبه عن الاضرار بتاعتها. ده الاوجمانتين اللي الناس كلها بتاخده. لقيت عندي حاجه تانية برضو اسمه اوسو فورتين، ده يعتبر مكمل غذائي فيتامينات بمعنى اصح، بيساعد على الامتصاص الفيتامينات وحاجات من دي. هقرا لكم برضو الروشته بتاعته عشان ما نطولش بس وقت الحلقه على الفاضي. ماذا يحدث في تناول جرعه مفرطه؟ ماشي. صداع، ضعف، نحاس، جفاف الفم، غثيان، امساك، الم في العضلات، الم في العظم، طعم معدني لاذع في الفم، فقدان الوزن، حكه في الجلد، تغير معدلات ضربات القلب، فقدان الاهتمام الجنسي، ارتباك، سلوكيات غير عاديه، شعور بالسخونه، الام حاده في المعده. الحاجات دي كلها في مكمل يعتبر فيتامين. شباب، مش كل حاجه بتتقال لكم على السوشيال ميديا تصدقوها، مش كل حاجه تاني بتتقال لكم على السوشيال ميديا تصدقوها. موضوع ان الناس بتموت من لعبه كمال الاجسام ومن المكملات، الحاجات دي بتبقى حاجات نادره. ناس بتموت من لعبه كمال الاجسام والهرمونات والمكملات دي من 10 ل 100 في السنه على مدار العالم. يعني الكره الارضيه دي كلها الناس اللي بتلعب كمال اجسام ممكن 100 منهم يموتوا. قارن لي بقى دول بالناس اللي بتدخن ويوميا بتموت. قارن لي ده بالناس اللي بتشرب خمره وبتشرب مخدرات وبتاخد كوكايين وافيون والحاجات دي كلها ويوميا وكل ثانيه بيموتوا. الناس ما بتتكلمش عنهم ليه؟ اتكلم لي وقارن لي عن الناس اللي بتموت بسبب الفياجرا وبسبب الحاجات اللي بياخدوها عشان يرفعوا القدره الجنسيه عندهم، عشان تزود لهم معدل ضربات القلب
تزود تدفق الدم تحت في المسائل عشان يعرف يشتغل. الناس بتموت بسببها كل ثانية. الناس ما بتتكلمش عنها ليه وما بتهاجمهاش. انا النهارده طالع مش عايز حد يهاجم لعبة كمال الاجسام. لعبة كمال الاجسام دي لعبة صحية لو انت هتعرف تمشي فيها صح. ما تسمعش اي كلام على السوشيال ميديا ده مات بسبب الهرمونات وبسبب المكملات وبسبب الكلام ده كله. الكلام ده كله الخلاصة ربنا يرحم الناس كلها. ربنا يرحم الفنان هيثم احمد زكي. ربنا يديم عليكم صحتكم. اهتم بصحتكم واهتم انك ما تسمعش اي كلام بيتقالك. دور ورا اللي بيتقالك واعرف واستشير واعمل سيرشاتك. خلي دماغك بتفكر، مش اي حاجة بتتقالك على السوشيال ميديا. الكلام سهل ومش بفلوس. اي حد يقولك على حاجة هتصدقها. فكر واعمل ابحاثك وشوف هل ده منطق ولا لا. ربنا يكملكم بصحتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.